لقد كانت المشاركة الأولى للاتحاد في دوري أبطال آسيا مثمرة، فقد نجح الفريق في التأهل لربع نهائي البطولة. وفي مرحلة خروج المغلوب اتبع العملاق السعودي استراتيجية معينة ليحرز أول لقب له في دوري أبطال آسيا. فقد التقى الاتحاد أولا مع داليان شيد الصيني، وكان ملعب الشعب في داليان مسرحا لذهاب ربع النهائي. ورغم الضغط المبكر من أصحاب الأرض افتتح الضيوف التسجيل حين منح كاريبيتش فريقه الاتحاد التقدم في الدقيقة 23. لكن داليان سيطر على الشوط الثاني في سعيه لإدراك التعادل، وقد كُفئ في الدقيقة 66 عبر زو جي. كانت هذه النتيجة النهائية في الصين ليدخل الاتحاد مباراة الإياب بأفضلية بسيطة. كان الاتحاد يمتلك الدافع لتحقيق نتيجة جيدة في ملعب الأمير عبد الله الفيصل في الأسبوع التالي، لكن رغم الهيمنة بقيت الأهداف غائبة. وفي الدقيقة 68 افتتح رضا تاكر التسجيل، وفي النهاية تبين أن هذا الهدف كان الوحيد في المواجهة، لكنه كان كافيا لتأهل الفريق السعودي للدور التالي لملاقاة جون بوك الكوري. كانت ثقة جون بوك كبيرة، فقد تغلب على حامل اللقب العين ب5 أهداف لهدف بمجموع مباراتي الجولة الماضية، وسعى لمواصلة مشواره الناجح أمام الاتحاد في نصف النهائي، لكنه لم ينجح في ذلك. فقد سجل محمد نور هدفا في منتصف الشوط الأول، وهو الهدف الثاني له في دوري أبطال آسيا، ليتقدم الاتحاد بهدف نظيف في الدقيقة 22. دخل جون بوك الشوط الثاني بقوة، وأسكت الجمهور المحلي قبل 5 دقائق من النهاية، فقد نفذ بوتي ركلة حرة متقنة، وكان الهدف خارج أرض الفريق، يعني أن جون بوك بات يمتلك الأفضلية. لكن وسط الاحتفالات الكورية كان لأحد اللاعبين رأي آخر، فقد تمكن حمد المنتشري من استعادة تقدم الاتحاد لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، وليحقق الاتحاد أفضلية بسيطة قبل لقاء الإياب في جونجو. كانت هذه الأفضلية في غاية الأهمية عندما استضاف جون بوك فريق الاتحاد، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من التقدم بمجموع المباراتين بفضل الهدف الذي سجله روبرتو بينك، وهو الثاني له في دوري أبطال آسيا. سيطر الفريق الكوري على المواجهة وعزز تقدمه في الدقيقة 43 عبر بوتي، لتصبح النتيجة 3-2 لمصلحة جون بوك. وسط فرحة الجمهور المحلي ذكر بطل الدوري السعودي 6 مرات الجميع بمستواه الحقيقي، حيث أدرك أندرسون التعادل بمجموع المباراتين من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 67 ليستعد الفريقان لخوض وقت إضافي. لكن الاتحاد كان في غنى عن هذه الشكليات، فقد سدد أسامة الحربي الضربة القاضية عندما جعل النتيجة 4-3 لمصلحة الاتحاد بمجموع المباراتين في الدقيقة 88، ليحتفل الفريق السعودي مع صافرة النهاية بتأهله لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ عام 99. جرت مباراة الذهاب من النهائي في جدة، ورغم الضغط المبكر لم يتمكن الاتحاد من افتتاح التسجيل. وفي الدقيقة 27 دفع أصحاب الأرض ثمن إضاعتهم للفرص، فقد وضع لاكتينوف الفريق الكوري في المقدمة. جاء رد الاتحاد بشكل مباشر، فقد استعاد رضا تاكر التعادل بعد دقيقة واحدة وسط فرحة الجمهور المحلي. لكن هذه كانت نهاية المقاومة من جانب الاتحاد الذي تلقى هدفا آخر قبل النهاية ب9 دقائق، فقد أدى الهدف التاسع لكيم دو هيون في دوري الأبطال لجعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 81. وفي النهاية سجل سيونغ نام الهدف الأخير في اللقاء عبر جانغ هاك يونغ
ليجعل الفريق الكوري يدخل لقاء الإياب وهو متقدم بفارق هدفين. تعرض العملاق السعودي لضربة قوية، لكنه حقق عودة رائعة في لقاء الإياب، فقد أدى إخفاق الاتحاد في مباراة الذهاب لاتخاذ إدارة النادي إجراء فوريا، حيث أقيل المدرب توماسلاف إيفيتش وخلفه مساعده دراغان تاليتش الذي تبين أنه مصدر إلهام لإحدى أكثر العودات روعة في تاريخ الكرة الآسيوية على مستوى الأندية. أعلنت صافرة الحكم الصيني لو جون بداية احتفالات الاتحاد، فقد استعاد الفريق مكانه بين أفضل فرق القارة من خلال إضافة لقب دوري أبطال آسيا إلى لقب كأس الكؤوس الآسيوية الذي أحرزه عام 99.